لو أنا حد اتحرش بيا كواحدة أعتبر شخص بالغ ذكر كان أو أنثى، ردود فعلي على الحدث هتختلف من واحد لتاني. ففي شخص هينكرها وهيسكت ومش هيتصرف، وده مش معناها إنه موافق، بس ده معناها إنه ما عندوش المقومات النفسية إنه يقدر يستوعب الحدث ويتصرف بناء عليه. شخص تاني ممكن يقعد يصرخ ويجلجل الدنيا ويقول ويعيد ويزيد. الشخص اللي يتم التعرض إليه لإساءة جنسية مهم جدا إن يلاقي فيه حواليه مجموعة داعمة، مجموعة مصدقة إن هو فعلا تعرض لإيذاء، وإنه هذا التعرض يستدعي حاجتين مهمين جدا: أولا الفحص الطبي والنفسي، ثانيا اللجوء للقوانين. لأنه مهم جدا إنه عشان أي ظاهرة في المجتمع إحنا شايفين إنها غلط، إنه عشان تتصلح لازم أعين الضحية بإن أنا أساعده طبيا ونفسيا، وكمان أتيح الفرصة لأجهزة الدولة إنها تقدر تساعدهم في أخذ حقهم.